انا عايز الناس بقى الغامضه اللي بتحب دايما تاخد الحاجه اللي لونها اسود، الغوامق، الحاجه كده المميزه. عشان انا النهارده هوريكم حته كده جميله من شركه انديان. تعالى كده يا عم، انت ليه باعد الكاميرا عن الناس؟ ادخل كده على التفاصيل. شايفين الجمال والحلاوه بتاعت الموتوسيكل ده؟ مبدئيا كده الموتوسيكل ده الاقرب الى قلبي من حيث الديزاين بتاعه. فكره ان انا هركب موتوسيكل بوبر، وكمان الديزاين بتاعه شكله خطير. فكره ان انا النهارده الموتور شكله بلاك كده اديشن. موتوسيكل بقى النهارده اللي هنتكلم عليه الانديان سكاوت، اللي مليان بالمغامرات. سكاوت جاي من فكره الكشاف، والاسم بقى جاي كده من جنود الاستطلاع، ان هم دايما كانوا في الحرب بيحطوا على القوره بتاعتهم او الراس بتاعتهم كشاف، فالاسم جه من الفكره دي، فكره السكاوت. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات، وعمرو عطله من ورا الكاميرا الخفيه. النهارده بقى هنتكلم عن الموتوسيكل الانديان سكاوت. اول حاجه كده هنلاقي شكل الجنط. مبدئيا انت لما تحب تركب عربيه وتجنطها، احنا برضو بنركب موتوسيكلات ونجنطها نفس الفكره كده. جنط 19. طبعا الموتوسيكل زي ما انتم شايفين شكل الجنط خطير، يعني الشكل فيه ديزاين اصلا يخطفك. الموتوسيكل اللي احنا بنتكلم عليه ده موديل 22 وعليه سنتين ضمان. موتوسيكل براند نيو لسه ما حدش ركبه. تعالى كده خش على الموتور عمرو، هتلاقي ان الموتوسيكل ده موتوره في توين، بس الموتوسيكل ده عامل طفره كده شويه، لان الهورس باور بتاعه 100 هورس باور على الموتوسيكل ده، او الديزاين ده بالوزن ده بيطلع اكسلريشن عالي جدا. فدي الحاجه اللي بتميزه. من الحاجات برضو اللي بتميز الموتوسيكل ده ان هو كولد، يعني تبريد ميه. كل الناس عارفه ان الموتوسيكلات الكروزر زي فكره هارلي ديفيدسون التبريد بتاعها بيبقى تبريد زيت، لكن فكر هنا التبريد ميه. فده بيديك طبعا اداء احسن للموتور وعمر اطول للموتور، عشان انت بتدخل ميه على فكره السلندر او على فكره التبريد. طيب هنيجي بقى هنا للتانك والديزاين الجميل ده. التانك ده السعه التخزينيه بتاعته 12 لتر ونص. ناس كتير هتقول لي طب هو قليل ولا هو مش قليل؟ اعتقد الفي ماكس كان 10 او 10 ونص. فبالنسبه للموتوسيكل ده وهو انجكشن وفيه اصلا توفير في البنزين، فما تقلقش خالص من حته البنزين. طبعا العداد بتاعه زي ما انتم شايفين كده من الحاجات الكلاسيكيه، عداد مدور. هنا بس الحته دي كده ديجيتال، والباقي كله عادي انالوج. طبعا السكرينه صغيره من قدام، كل حاجه بلاك حتى الجدون، كرسي الموتور، الجاكمانات. طبعا هتيجي تقول لي الموتوسيكل ده ملوش راكب ورا. لا، هو فكره البوبر ان هو انت بتركب كرسي واحد، وهتلاقي دايما الرفرف الخلفي مش كامل لغايه الاخر. فدي فكره البوبر ستاندرد. الموتوسيكل طبعا هتلاقي عنده في البريك ورا ABS، ودي من الحاجات اللي بتميز الموتوسيكل ان انت راكب موتوسيكل كروزر. في نفس الوقت سيستم البريك بتاعه قوي جدا. من الحاجات بقى اللي احنا قلناها في الفيديو اللي فات بتاع الموتوسيكل البرسوت، ان احنا عندنا سيستم الفرامل برضو بريمبو. الوزن بقى بتاع الموتوسيكل 250 كيلو. طبعا انتوا مش متخيلين ان منظري انا مثلا قلت الموتوسيكل ده 180 كيلو، لكن في الحقيقه الموتوسيكل ده وزنه 250 كيلو. ودي حاجه كويسه جدا ان الموتوسيكل ده هيبقى ثابت على الطريق، مش انت راكب حاجه خفيفه. ايه بقى اللي هيميز الموتوسيكل ده عن الموتوسيكل ده؟ الفكره ان هنا الموتوسيكل ده هو نفس الموتور برضو في توين، نفس لو اخدت بالك يا عمرو بص كده شكل الموتور هو زي ده هو. بس الفكره هنا ان الموتوسيكل ده اولد سكول، اللي هو تلاقي ايه كرسي قدام كرسي ورا، الرفرف بتاعه الخلفي برضو كامل لغايه الاخر. هنا الجادون بتاعه العادي، مفيش اي حاجه كده تحس ان هو فكرته ان هو بوبر. بص الرفرف من قدام عامل ازاي، شايف الرفرف من اي تو زد كامل كل حاجه. فده فكره اللي هو كلاسيك، ان هو تركب حاجه كلاسيك وبيقولوا عليها كده بالبلدي اولد سكول. لكن هنا انت راجل حابب تركب حاجه تعديل، فكره البوبر بقى. شايفين شكل الجنط عامل ازاي، الكاوتشه اللي قدام ارفع طبعا من الكاوتشه دي شويه في المنظر، السكرينه اللي قدام، الرفرف القصير. هنا عندك فكره الكرسي، فكره ان الرفرف برضو الخلفي مقطوع. موتوسيكل طبعا على سير مش على كتينه او على مود كردان. شايف انت كده عمرو ده السير، ده السير طبعا على 2 مساعد خلفي. برضو احنا دايما بنجيب لكم الحاجات او القطع النادره اللي مش موجوده كتير. لو انت حابب تتميز بموديل معين او حابب تشتري وتقتني حاجه مش موجوده مع حد، فانا برضو هرشح لك المكان ده اللي احنا موجودين فيه، موتور سبورت هاب. المكان ده طبعا موجود فيه جميع الموديلات الانديان من اول الشركات الامريكيه اللي عملت فكره موتوسيكلات الكروزر. عندنا الموديل ده. لو انت بقى كمان حبيت الموتوسيكل ده اعمل لنا لايك وسبسكرايب، وما تنساش دعم عشان دايما نفضل مكملين مع بعض. سلام.